إيه اللي خلى غريب الغراب يوقع حتة الأكل اللي غالية عنده رغم إنه اللي دايماً بيخلي باله؟ تعالوا نشوف. تخيل معايا غراب أسود واقف فوق شجرة عالية، ريشه نافش ومنفوش وشكله واثق قوي في نفسه. اسمه غريب. غريب كان ماسك قطعة أكل في منقاره وحاسس إنه أقوى وأذكى طير في الغابة، وإن محدش يقدر ياخد منه الأكل وهو علي الشجرة عالي. وفجأة عدى من تحت الشجرة ثعلب ذكي، بس ذكاؤه مش طيب، ذكاء مليان خبث. الثعلب وقف، رفع عينه لفوق وقال بصوت هادي: إيه العظمة دي؟ ريشك لامع. غريب اتغر. الثعلب اتبسط وعرف إن خطته هتنجح، وقال له تاني: جسمك قوي قوي. غريب اتغر أكتر. الثعلب ضحك وقال وهو واثق من نجاحه عشان الغرور اتمكن من غريب: أكيد صوتك يخلي الغابة كلها تسقف. غريب نفش ريشه أكتر ورفع راسه بفخر، قال في نفسه: إيه المشكلة ما وريه صوتي؟ الثعلب ابتسم ابتسامة صغيرة، ابتسامة اللي فاهم اللي جاي. غريب فتح منقاره علشان يغني ونسي إن صوته مش أحسن حاجة، وفي لحظة قطعة الأكل وقعت من منقاره وتنزل على الأرض. الثعلب خطفها في ثانية وجري وهو بيضحك. غريب سكت وبص لتحت بحزن. ساعتها فهم: مش كل مدح حقيقي، ومش كل كلام حلو نية طيبة، والغرور ممكن يضيع أغلى حاجة. ومن اليوم ده غريب بقى أهدى وبيفكر قبل ما يصدق أي كلمة. أصحابي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.